إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم في لقاء يتجدد مع قضايا إريتريا. وعبر هذا اللقاء ومن هذا المنبر في بداية هذا اللقاء يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيف اللقاء فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان، فليتفضل. أهلا وسهلا مرحبا بكم المشاهدين. بعد الترحيب بفضيلة الشيخ حسن في هذا اللقاء وفي هذا اليوم المبارك، ومع اهتمامات قناتكم المباركة، يسرنا أن يكون اللقاء في قضايا تحتاج للمشاهد الكريم أن يتعرف عليها وأن يقف على أبعادها وما تتضمنه من كثير من المفاهيم التي يجب أن تعرف وأن تفهم وأن تصحح. في هذا السياق في لقائنا هذا نتعرض إلى قضية الديمقراطية، وبين من يحب أن يأخذ الديمقراطية بكليتها أو من كذلك يرفضها كمنهج للحياة، أو بين من يحاول أن يأخذ ما فيها من الإيجابيات ويتجنب ما فيها من السلبيات. في هذا اللقاء العاطر إن شاء الله تعالى في بدايته نحب أن نتعرف من فضيلة الدكتور على الديمقراطية ونشأتها والتعريف لها والمنشأ الذي يمكن أن يكون مدخل لهذا المفهوم وفهمه بإذن الله. تفضل فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لموضوع الديمقراطية والحديث عنها يتطلب حقيقة رجوع أو خلفية إلى ما يمكن أن نسميه بالنظم السياسية، لأنه موضوع الديمقراطية علاقته علاقة مباشرة بالنظم السياسية أو الأنظمة السياسية التي تحكم العالم. والأنظمة السياسية منذ فترة بعيدة جدا كانت عموما محل خلاف حول من يعتمد نظام الأصل فيه الشعب، وبينما يعتمد نظام آخر على كل أصل فيه ليس الشعب فقط. وإجمالا بالنسبة للأنظمة السياسية يمكن أن ندرجها، وهنا نتكلم نحن عن الأنظمة السياسية الوضعية وليس عن النظام السياسي الإسلامي، لأن النظام السياسي الإسلامي لا يندرج عموما في هذه الأنظمة السياسية التي سنتكلم عنها، ولكنه له خصائصه وله طبيعته، وبالتالي ده يمكن إن شاء الله أن نفرد له ممكن حلقات إن شاء الله خاصة به فيما يتعلق بطبيعته وما يتعلق بآلياته وتصوراته وفلسفته. لكن هنا نحن بما أننا نتكلم عن الديمقراطية، فالديمقراطية عموما تندرج ضمن الأنظمة الوضعية التي ابتكرها الإنسان وابتدعها الإنسان وعالج الإنسان من خلالها على كل مشكلاته السياسية. فهنالك إجمالا ثلاث أنواع من الأنظمة السياسية. النظام الأول هو الذي كان يعرف بالنظام الثيوقراطي أو النظام الديني. النظام الديني، والنظام الديني طبيعته هو برضو ما نوع واحد. في طبيعة للنظام الثيوقراطي أن الحاكم ينزل منزلة الإله، كأنما هو عبارة عن إله في الأرض. هذه كانت واحدة. أو هو ليس إلها ولكنه مفوض من الإله. فدي نمط على كل كان من الأنظمة. أو أنه يحكم باسم الإله. فهذا النمط أو هذا نوع من أنواع الأنظمة السياسية. النوع الثاني هو النظام الذي كان يعرف بالأنظمة الأرستقراطية. والأنظمة الأرستقراطية تحتها أيضا تندرج مجموعة
من المفاهيم ومجموعة من الأنظمة، ففيها مثلا نظام النخبة ونظام الأغنياء ونظام النخبة المؤهلة ونظام النبلاء، في مجموعة، ونظام الفلاسفة. هذه كلها تندرج في ما يمكن أن نسميه بأنظمة أرستقراطية، وهي تعتمد منظومة النخبة بشكل عام. النظام الثالث هو النظام الديمقراطي، والنظام الديمقراطي الأصل فيه هو حاكمية الشعب أو سلطة الشعب. وحقيقة بالنسبة للتقسيمات أيضا لدارسي العلوم السياسية سوف لن تجد أنت والله نمط واحد. في نوع مثلا بيعتمد النمط الكمي، اللي هو والله يشوف في النظام السياسي هل المتحكم فرد أم المتحكم أكثر من فرد. فالنظام الملكي مثلا يندرج ضمن الأنظمة شنو؟ ضمن الأنظمة الأرستقراطية، لكن الحاكم فيه فرد. النظام الأرستقراطي يشتمل أيضا على مجموعة النبلاء أو مجموعة الفلاسفة وهكذا. فعلى كل في من يعتمد النظام الكمي وفي النظام الكيفي. نحن الآن في هذه الحلقة حتى لا نبعد كثيرا بالمشاهد، خلينا نقول نحن نريد أن نعتمد على في تصنيفنا للأنظمة على معيارين. المعيار الأول، هل النظام السياسي يعتبر الشعب أهل لأن يحكم؟ فإذا قلنا بأن النظام والله أهل لأن يحكم تنتج عنه أنظمة. النوع الثاني، النظام والله لا يرى بأن الشعب ليس أهلا لأن يحكم وتنتج عنه أنظمة. فنجعل خلينا نقول والله نحن بما أن الديمقراطية ستندرج معنا في هذا التصنيف ضمن واحد من السياقات، نحن خلينا نقول الآن الأنظمة التي ترى أهلية للشعب هم نظامين: النظام الديمقراطي والنظام الفوضوي. هذه يسموها النظام الفوضوي، هو لا يرى إقامة السلطة ولكن لا يعترض على التنظيم، إنه المجتمع ينظم نفسه يرتب أحواله، لكن عنده فهم إنه والله لا تقام سلطة، وبالتالي ده نستبعده الآن. وبالتالي خلينا نقول ونحن نناقش الأنظمة، هنالك نظام يعتبر الشعب أهل لأن يحكم وهو النظام الديمقراطي، باعتبار الفوضوية عموما الآن مرفوضة من كثير من الطيف السياسي، وكذلك من قد لا يكون أيضا التصور الإسلامي يميل إلى هذا النوع من الاتجاهات. إذن عندنا نظام يعتمد أهلية للشعب، وأنظمة أخرى تعتمد أن الشعب ليس مؤهل لأن يحكم. ليس مؤهل لأن يحكم تدخل فيها كل أنظمة النخبة التي ذكرناها. يدخل فيها النظام الديني اللي هو الثيوقراطي، يدخل فيها نظام الفلاسفة، يدخل فيها نظام يدخل فيها نظام النخبة، يدخل فيها نظام يسمونه نظام المؤهلين وهكذا. فأنت الأنظمة التي لا ترى أن الشعب مؤهل لأن يحكم هي في مواجهة النظام الديمقراطي. فيبقى أمامنا الآن هنالك كفة فيها نظام ديمقراطي وكفة أخرى فيها أنظمة غير ديمقراطية، وهذه الآن ليست مجال الحديث بالنسبة لنا. إذن باختصار شديد لو أردنا أن نقول ما هو النظام الديمقراطي، نقول هو النظام الذي يعتمد سلطة الشعب، وهي مكونة من كلمتين اللي هي كلمة الثيو وسقراط، الثيوقراطية اللي هو ثيوكراس. فكلمتين، كلمة شعب وكلمة حكم الشعب أو سلطة الشعب. حتى عندما عرف قاموس أكسفورد المسألة عرفها بأن والله الديمقراطية هي تعني سلطة الشعب، وأن يكون الشعب أهل لأن يختار قيادته ويختار نظامه السياسي. دي باختصار شديد بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخلات، لأنه عمليا الديمقراطية تطورت عن هذا المفهوم الإجرائي. هذا المفهوم الأساس اللي هو يشكل ماهية الديمقراطية هو أن يكون الشعب الشعب حاكما والشعب له سلطة، وأي نظام يسحب من الشعب السلطة ولا يجعل الشعب عنده القدرة في أن يختار قيادته هذا لا نسميه نظاما ديمقراطيا. هنا ستلاحظ بأنه والله كثير من الناس عندما يطالب بالديمقراطية يطالب بها بهذا المفهوم، طالب بها بهذا المفهوم. يعني هو يقول أنا والله أريد الديمقراطية، لا يستصحب كل المنظومات الأخرى التي جاءت بعد ذلك، لأنه سنلاحظ الديمقراطية تجاوزت بعد ذلك فكرة سلطة الشعب لتدخل معنا قضايا أخرى. دخلت معنا العلمانية، دخلت معنا الليبرالية، دخل معنا النظام الرأسمالي، دخلت معنا الاشتراكية، دخلت معنا مفهوم التنمية الاقتصادية، دخل معنا مفهوم الفردانية اللي هو الليبرالية. فإذا دخلت في السياق التطوري للديمقراطية دخلت مجموعة كبيرة جدا من المفاهيم، لكن في حقيقة الأمر هذه لا نعتبرها مشكلة لماهية الديمقراطية، ولكنها عبارة عن لوازم أو يمكن مطلوبات الديمقراطية، لكن لا نستطيع أن نقول بأن ماهية الديمقراطية تدخل في هذه القضايا. عندما عرفها الذين أنشأوا هذا المفهوم، وهو تقريبا المفهوم نشأ عند اليونانيين
وفي أثينا على وجه التحديد الفلاسفة القدامى اللي هو أفلاطون وأرسطو وسقراط كانوا يعرفونها بأنها سلطة الشعب. هنا تأتي بعد ذلك الخلاف حول مفهوم الشعب، ما هو الشعب الذي سيحكم؟ وهذا المفهوم طبعا إلى وقت قريب، إلى الستينات 1960 1970 كان هنالك مشكلة كبيرة جدا في مفهوم، حتى عند الغربيين، في مفهوم من هو الشعب. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الستينات ما كانت تعتبر مثلا المرأة جزء من الشعب الذي يحق له التصويت والانتخاب، فما كانت مثلا النساء يتدخلن في الشأن السياسي. وبالتالي يمكن أن نقول الشعب عندنا له مفهوم قانوني وعندنا له مفهوم سياسي. المفهوم القانوني للشعب هو كل من تملك بطاقة أو هوية الدولة وجنسيتها وصار جزء من المواطنين، هذا بالمفهوم القانوني يعتبر هؤلاء مواطنين ومن سكان البلد. وبالتالي المفهوم الديمقراطي ليس بلازم أن يكون متطابق مع المفهوم القانوني للشعب، فالشعب أوسع من الشعب بالمفهوم السياسي. إلى حتى في أثينا مثلا الذي نشأت فيها الديمقراطية الأثينية أو الديمقراطية اللي كان يطالب بها أفلاطون وكان يطالب بها أرسطو ومن معه، أيضا كانوا مختلفين اختلاف كبير حول أي شعب يعنون. فكان باختصار شديد الشعب في أثينا مثلا كان الذي يحق له الدخول في الشأن السياسي ويمارس الديمقراطية هم الأغنياء الأحرار، هم الرجال الأغنياء الأحرار. فبالرجال خرج النساء ما كان لهم شأن في الديمقراطية، وبالأغنياء خرج الفقراء ما كان داخل في هذا الملف، وبالأحرار أخرجوا المماليك والعبيد وغير ذلك من المنظومة. فإذا ستلاحظ بأن مفهوم الشعب يختزل إلى حد كبير. وهذا الكلام الذي نتكلم عنه ليس فقط في الدولة الأثينية أو الدولة اليونانية فقط قديما، ولكن إلى وقت قريب في الدول الأوروبية. مثلا إيطاليا لما دخلت على منظومة الديمقراطية في وقت حديث جدا كانت مثلا تنص على مفهوم معين، انه والله من لا يملك عقارا او لا يملك ضريبه من سقف معين لا يدخل في دائره المواطن الديمقراطي او الذي يحق له الممارسه الديمقراطيه. فكان مثلا في تلك الفتره الايطاليون الذين يمارسون الديمقراطيه 10%، 90% ما كانوا يدخلون في هذا المفهوم. وبالتالي الديمقراطيه من بدايتها العنوان فيها عنوان خداع، يعني هو سلطة الشعب أو حكم الشعب، ولكن عمليا عندما تدخل في الإجراءات كانت تمارس حالة من التضييق بنسبة كبيرة جدا. فالشعب الذي يتكلمون عنه ليس الشعب بالاعتبار القانوني، ولكن هو الشعب بالاعتبار السياسي، اللي والله تختلف منظومة الفهم السياسي دي بين فترة وأخرى. فتارة يمكن أن تقول إنه والله توسع هذه الدائرة، وتارة أخرى ستلاحظ بأنها تضيق هذه الدائرة. باختصار شديد مفهوم الديمقراطية في أوله وفي ماهيته هو سلطة الشعب وحكم الشعب. وبالتالي متى ما رأيت في نظام سياسي الشعب له سلطة، وهذه السلطة بمعنى يؤسس نظامه السياسي ويختار قيادته، هنا تستطيع أن تقول بأنه هذا نظام ديمقراطي. ما عدا ذلك الأنظمة المستبدة كالديكتاتوريات التي تنتجها الانقلابات، أو الملكيات التي تنتجها الوراثة، أو الأنظمة التي نادى بها أفلاطون وهو حكم الفلاسفة، الفيلسوف هو الذي يحكم، أو الأنظمة الدينية اللي هو رجال الدين هم الذين يحكمون ولا علاقة لبقية الشعب. هذه كل أنظمة بالاعتبار الديمقراطي لا نصنفها بأنها أنظمة ديمقراطية. شكر الله لكم على يعني هذا المدخل وهذا التفصيل. ولا شك أنه بهذا نفهم أنه الديمقراطية هي يعني سلطة هذا الشعب. فهل أطلعتمونا هل هذا الشعب بهذا المفهوم وبهذا أيضا التتابعية التي حدثت في هذا المفهوم عمليا، هل هذه الشعوب وصلت إلى يعني مبتغاها بأنها نستطيع أن نقول يعني استفادت من هذا الطرح الذي طرحته في منشأها وفي أيضا ممارستها له يعني؟ نعم. وعلى كل باعتبارات كثيرة جدا ستلاحظ بأن هنالك فوارق ما بين الأنظمة التي تجعل الشعب له سلطة والأنظمة التي لا تجعل الشعب له سلطة. فالأنظمة مثلا الدكتاتورية التي نشأت مثلا كالأنظمة الاشتراكية والأنظمة الشيوعية التي نشأت في الاتحاد السوفيتي وغيره مثلا، هذه الأنظمة ما كان للشعب أي دور، وبالتالي لم تصل كثير من الشعوب إلى مبتغاها، لا على مستوى التنمية ولا على مستوى
ترشيد الحكم ولا على مستوى مراقبة الحكام ولا على مستوى محاربة الفساد. لم تصل كثير من الشعوب التي نهجت النهج غير الديمقراطي إلى مبتغاها. لكن بالنسبة للشعوب التي نهجت النهج الديمقراطي كما هو الآن مثلا في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان، بلا شك إذا أردنا أن نتحدث عن الأنظمة في الغرب، استطاعت على الأقل هذه الأنظمة أن تحارب الاستبداد، أن توجد منظومة هائلة جدا من الرقابة على السلطة، استطاعت أن توجد آليات لعزل حكامها. لم تعاني مثلا الشعوب في أنه الله إذا رأت اختلال في سلطة من سلطاتها تستطيع أن تعدل، تستطيع أن تقيم، تستطيع أن تتابع، تستطيع أيضا أن تعبر عن آرائها بشكل حر. فيمكن أن نقارن ما بين أنظمتين، ما بين أنظمة الاستبداد وما بين أنظمة الديمقراطية، ستلاحظ هنالك فوارق كبيرة جدا. فكثير من الشعوب الغربية على الأقل استطاعت مثلا من خلال ما طرحته من محاربة الأنظمة الاستبدادية ومحاربة كذلك الأنظمة الثيوقراطية الدينية التي كانت تتسلط من خلالها الكنيسة على كثير من المواطنين. هذه الأنظمة بلا شك بالنسبة للغربيين حققت لهم الكثير من ما يصبون إليه من تنمية وتطور ونهضة وحرية علمية وحرية تعبير واختيار على كل أنظمتهم السياسية. لكن لما نجي نقول والله هل فعلا هذه هي الأنظمة الأفضل التي يمكن أن ينشدها الإنسان، نقول لا، هنالك ما هو أفضل من ذلك. لماذا؟ لأن أي نظام ينحي منظومة الهداية السماوية أو ما نسميه نحن بالوحي المنزل من الله لهداية البشر وتنظيم الحقوق وتنظيم الحريات وتحديد الحرمات، هذه الأنظمة مهما بلغت من الكمال إلا أنها تبقى ناقصة من منظور على الأقل من يحمل رسالة ومن يحمل كتابا ومن يحمل وحيا. بارك الله فيكم. يعني طبعا لا يخفاكم أنه بريق الديمقراطية يعني اللامع من خلال تجارب الغربيين يحدث عند الناس نوع من الإعجاب، وكأنه هو النموذج الذي يعني ينبغي أن الناس تحتذيه وتأخذه. فماذا تفيدوننا؟ هل يعني هذا المفهوم بتجاربه المختلفة بخصوصياته أيضا ونشاته وكذا، هل هو عادل يمكن أن يكون نموذج يحتذى لشعوبنا ولمنطقتنا ولبلد دون آخر؟ أنا ذكرت بأن النموذج المغيب للأسف الشديد يعني منذ فترة ويحارب ولا يراد له أن يكون نموذجا مطروحا هو النموذج الإسلامي الذي ظلت تحكم به الأمة المسلمة لفترة طويلة جدا، سواء بلغت تمامه وكماله أو أنها لم تبلغ تمامه وكماله، ولكنها ظلت على كل في سياقه تستطيع أن تعيش هذه الأمة، وهو نموذج الخلافة. يعني نموذج الخلافة كان واحد من النماذج المهمة جدا التي يلتقي مع الديمقراطية فيما يمكن أن نسميه بسلطة الشعب، بمعنى الشعب ليس مغيبا. يعني لو أردنا أن نصنف النظام الإسلامي ضمن نفس الثنائية التي ذكرناها، هل النظام الإسلامي يرى أهلية للشعب أم لا يرى أهلية للشعب؟ إذا قلنا لا يرى أهلية للشعب سيصنف ضمن الأنظمة التي تخالف عموما الديمقراطية، وإذا صنفناه بأنه والله لا، النظام الإسلامي يرى أهلية للشعب وأعطاهم مساحة عندما قال الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، فالتكليف بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي تكليف مجتمعي، بمعنى المجتمع بكامله مؤهل لإقامة نظامه السياسي. وبالتالي هذه الجزئية على وجه التحديد النظام الإسلامي يمكن أن نقول يلتقي فيها مع الديمقراطية، فهو يمكن أن نصنفه مع الأنظمة الديمقراطية في جزئية أنه يرى أن الشعوب مؤهلة لأن تحكم، الشعوب مؤهلة لأن يكون لها سلطان، الشعوب مؤهلة لأن تختار من يحكمها. يعني في هذه الجزئية فالإسلام يعني يكون جزءا من منظومة المجموعات التي ترى أن الشعوب مؤهلة. لكن أين يختلف النظام الإسلامي عن الديمقراطية خاصة في تطوراتها؟ يختلف النظام الإسلامي عن الديمقراطية في أن مسألة التشريع مسألة محسومة بالنسبة للمسلمين. يعني ليس للشعب حق في أن يحلل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله أو ينزل نفسه منزلة المشرع عن الله سبحانه وتعالى، كما هو مفهوم السيادة مثلا الذي تطالب به بعض الأنظمة أو بعض الأفكار الديمقراطية مثلا. وهنا ستكون المفارقة، فالنظام الإسلامي يؤمن على سلطة الشعب ويرى أن الشعب مؤهل فيلتقي مع الديمقراطية هنا، ويختلف مع الديمقراطية في بعدها الأيديولوجي وفي بعدها الفلسفي في أنه لا يعطي الشعب حق التحليل والتحريم فيما هو
فيما هو قطعي من الله سبحانه وتعالى. لكن هل يعطي الشعب حق أن يشرع فيما لم يأتي فيه نص واضح؟ هذه مساحة على كل متاحة، لأن الشارع أباح للمسلمين أن يجتهدوا فيما لم يرد فيه فيما يرد فيه نص. وبالتالي فيما يتعلق بمنظومة التشريع الابتدائي هي من الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالمنظومة الابتنائية أي المنظومة التي تبنى على شيء، تبنى على الكتاب وتبنى على السنة، هذه مكفولة للشعب المسلم أو الأمة المسلم في أن تجتهد لتنتج ما ليس فيه دليل خاص. فمثلا عندما يفكر المسلمون في أنظمة المرور مثلا، لن نجد هنالك آية أو حديث أو كذا تتكلم عن أنظمة المرور. لكن عندما يأتي المشرع المسلم سيلاحظ مجموعة القواعد الكلية التي تنظم حركة الإنسان وتدفع عنه المفاسد وتجلب له المصالح. فيمكن أن تنتج مجموعة من الأنظمة المبنية على قواعد الشريعة، فحينها يكون تشريعا ابتنائيا وليس تشريعا ابتدائيا كما يقول الأصوليون. بارك الله فيكم. يعني في الكلام السابق لعل كان إيضاح أيضا لقضية موقف يعني الإسلام من يعني الديمقراطية، وما هو حقيقة يعني الفهم السليم بالنسبة لنا كمسلمين. هذه قضية جوهرية أيضا لعل تلقون عليها إطلالة. أظن يعني هذه المسألة من خلال الجواب السابق واضح، لكن بس لمزيد من الإيضاح. يعني لما نتكلم عن أن النظام الإسلامي، كثير من الناس يتعجب إنه والله هل في شيء اسمه نظام سياسي إسلامي؟ مش فقط عامة الناس، أحيانا حتى النخبة، بعض المثقفين حتى بعض من ينتسبون للحركات الإسلامية قد يعاني إشكالية في إنه والله هل الإسلام جاء بمنظومة سياسية في الإسلام أم والله ترك الأمر هكذا. فنقول بأن الإسلام له نظامه السياسي الخاص به، وهذا النظام السياسي يقوم ابتداء. لما نتكلم عن نظام سياسي معناه هنالك فلسفة وتصور للحياة الكلية. فالإسلام له نظرته للحياة الكلية مبنية على ثلاثية أساسية، وهي ثلاثية الله والإنسان والطبيعة. فالأنظمة الوضعية لا تؤمن مثلا بأن الله يتدخل في الشأن التشريعي أو الشأن السياسي بهذا الاعتبار، فينحون الله عن الجانب ويجعل المسألة كلها ثنائية ما بين الإنسان والطبيعة. بالنسبة لنا لا، نحن نقول والله تصورنا للحياة قائم على فكرة أن الله موجود، أن الإنسان كائن مكلف، أن الله موجود ومريد وحاكم ومشرع ومتدخل في قضايانا بالتشريع. هذا تصورنا نحن. العلمانية لا ترى ذلك. الديمقراطية التي على كل تطورت لدرجة أنها أنزلت واحد من أركانها العلمانية لا ترى ذلك. لكن يمكن أن نقول الديمقراطية الإجرائية اللي هي والله حاكمية الشعب قد تنتج لنا إسلاما وقد لا تنتج لنا إسلاما. إذا كان الشعب مسلم وينطلق من عقيدته وينطلق من تصوره، فالديمقراطية الإجرائية قد تنتج لنا تنتج لنا حالة إسلامية. لكن هنا خلينا نقول إنه والله النظام الإسلامي بما أنه له فلسفته الخاصة وله مبادئه الخاصة وله قيمه الخاصة وله كذلك آلياته الخاصة، وأي نظام لا يخرج عن هذا، أن تكون له رؤية كلية وتصورات كلية اللي يسموها فلسفة النظام. ففلسفة النظام في الإسلام قائمة على أساس أن هذا الإنسان له خالق، وأن هذا الإنسان مكلف، وأن هذا الإنسان له رسالة، وأن هذه الرسالة يتلقاها عن طريق الرسول، وأن النهاية وأن هذا الإنسان مكلف بأن يقوم في الحياة وفقا لأوامر الله ووفقا للتشريع الذي ينزل من الله، وأنه مكلف بالعمران كما هو مكلف بالتعبد. فإذا شرطي الحياة في هذه، شرطي وجود الإنسان في الحياة أن يكون عابدا لله وأن يكون كذلك معمرا للأرض. ثم أيضا عندنا مسألة في فلسفة النظام أيضا إنه والله هذا الإنسان مسؤول عن تصرفاته في الدنيا كما هو مسؤول عن تصرفاته في الآخرة. ده ابتداء ما نسميه بالفلسفة. ثم هنالك مجموعة من المبادئ فيما يتعلق بالنظام السياسي الإسلامي، منها حاكمية الشريعة، ومنها سلطان الأمة وشوراها وتحقيق العدل وتحقيق. ثم هنالك منظومة من القيم أيضا اللي هي قيمة العدل، قيمة الحرية، قيمة الرشد، قيمة كذا. فستجد مجموعة من القيم. هذه القيم مفصلة. هنا كثير من الناس طبعا يتصور بأن والله الإسلام جاء بقيم عامة، ما هكذا. عندما يتكلم الإسلام عن الحرية له فيها فهم، الحرية المسؤولة. عندما يتكلم الإسلام عن العدالة، كيف تتحقق العدالة؟ عنده مجموعة من القوانين والتشريعات. يعني ما في حاجة اسمها عدالة عامة ليتركها للبرلمان، لا. كيف تتحقق العدالة في المجتمع؟ هنالك منظومة عدلية في المال، منظومة عدلية في الحقوق، منظومة عدلية في الأسرة، منظومة عدلية في الشأن الاجتماعي، منظومة عدلية في منظومة الحقوق كلها، منظومة عدلية في الجزاءات. لاحظت؟ فلما نتكلم نحن عن قيمة العدل ستجد أنه والله
أنت ممكن في منصة واحدة العلماني يتكلم عن العدل وأنت تتكلم عن العدل، لكن أين تكمن زي ما يقول الجماعة الشيطان في التفاصيل. لما نأتي إلى تفاصيل العدل، أنت كل قضية ليس فيها حكم الله فهي بالنسبة لك ليس عدلا. يعني العدل زي ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو العدل؟ قال العدل الحكم بما أنزل الله مثلا. بالنسبة لغيرنا يرى لا، العدل قد يكون مفهوم نسبي بالنسبة له، عنده والله ما شرعته السلطة التشريعية وما أخرجه البرلمان هذا بالنسبة له عدل. نحن بالنسبة لنا لا، إذا كان البرلمان شرع تشريعا بخلاف ما أنزل الله سبحانه لا نراه عدلا، بل نرى ذلك ظلما. إذا السلطة نفسها وهي تدعي أنها سلطة إسلامية ولكنها تصرفت في الشعب بغير حكم الله فهي ظالمة، حتى ولو ادعت لبوس الإسلام. فبالنسبة لنا المسألة للأسف الشديد زي ما ذكرت، يعني النظام الإسلامي مجهول عند كثير من الناس ولا يعرفونه. ثم في نفس الوقت أيضا لا تقبل المنظومة الدولية المسيطرة الآن أن تكون هنالك منظومة منافسة لها. فعندما أنت تأتي بالإسلام سيكون الإسلام منافسا سياسيا، وسيكون منافسا اجتماعيا، وسيكون منافسا اقتصاديا، وسيكون مناسفا علميا ومعرفيا، وسيكون منافسا فلسفيا. إذن سيكون هنالك ما يخشونه مما يسمونه هم بصراع الحضارات، ونحن نسميه تدافع الحضارات. وطبيعي جدا أن الحياة كلها تقوم على التدافع بين الأفكار، تدافع بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر. فهذا التدافع لا يمكن أن ينتفي. للأسف الشديد المنظومة الغربية بالرغم من أنها تنادي الآن بالتعددية في داخلها وتطالب الناس بأن والله لا بد أن يفسحوا المجال للتعددية، لكنهم لا يقبلون التعددية لتخرج عن منظومتهم. يعني لا يقبل شخص انه والله يفكر خارج الصندوق الصندوق العلماني، لا يقبلون بشخص يفكر خارج الأنظمة السياسية التي تحدثنا عنها. فلو جاء الآن مثلا جاء الناس مثلا في سوريا مثلا نظام جديد، قال والله أنا أريد أن أطرح نظام الإسلاميين، تتكالب عليه الدنيا كلها ويحاصرونه، ثم يبدأ بعد ذلك عن طريق أدواتهم الاقتصادية من سيطرتهم على المنظومة الاقتصادية الدولية يعملوا على إسقاط النظام حتى لا يخرج الناس عن السيستم الموضوع. فبالنسبة لنا باختصار هنالك نظام كامل حول الولاية الإسلامية وكيف تنشأ هذه الولاية وما هي سلطاتها، بدءا من سلطات الأسرة إلى سلطات الوالي العام. فالإسلام نظم هذه الحالة وجعلها حالة مفصلة، كما أنه كتاب محكم كذلك هو كتاب مفصل وفيه بيان لكل شيء. فلم يترك الله سبحانه وتعالى القضايا السياسية مجملة دون تفصيل. بارك الله فيكم. حقيقة هذا الكلام المؤصل والكلام البين يجعلنا إن شاء الله تعالى يعني نطرق هذا الموضوع لبيان مرتكزات المشروع الإسلامي في الحكم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. نفهم حقيقة أنه يعني المشروع الإسلامي للحكم مشروع متكامل في خلفيته الفكرية والشرعية وفي يعني مبانيه التي حقيقة تحقق في الحياة يعني البناء السليم، وما من شيء إلا وتوضحه وتوجد له الحل العادل والحل الإسلامي الذي حقيقة يسعد البشرية كافة. لعلنا أن نطل إطلالة إلى الواقع الأريتري من حيث هو الآن كواقع أين نضعه من حلقتنا، ومن حيث كذلك حقيقة المخرج للرؤية التي يمكن أن يكون فيها كمجتمع مسلم وغير مسلم أيضا. يعني ممكن أن يعني نعطي في هذا إطلالة بحيث أنه ما الذي ممكن أن يكون من حل لنظامه السياسي لهذا البلد يعني إن شاء الله. طبعا للأسف الشديد يعني هذا النظام هو وليد تجربة، وهي تجربة الجبهة الشعبية التي كانت واحدة من تجارب العمل السياسي والثوري في الساحة الإريترية، كما كانت هنالك تجربة جبهة التحرير الإريترية. طبيعة نظام الجبهة الشعبية وما تبناه وكان متبني طبعا الفكرة اليسارية بشكل عام، اليسار الذي قائم على الشيوعية، سواء كانت شيوعية ماركسية أو كانت شيوعية لينينية، على كل وكان متبني منظومة معينة وجاء بهذه المنظومة، وبالتالي لم يفكر كثيرا في أنه والله يجعل للشعب سلطته، مع أن حتى الديمقراطية حتى
الأنظمة السياسية ذات الطابع اليساري تنادي بما تسميه هي بالديمقراطية الشعبية. الديمقراطية الشعبية تعني عندهم هي ديمقراطية العمال والمزارعين والفلاحين وكذا، وبالتالي هي أيضا تقلل وتختزل مفهوم الشعب ولا تجعل الشعب حقيقة هو يحكم فيه. فجاءت على كل هذه التجربة، وبالرغم في بداياتها كانت تجربة ثورية، وجاءت على الأقل بحزب، وهذا الحزب كان يسمى الجبهة الشعبية، وصلت إلى السلطة. فعندما وصلت إلى السلطة وبعد فترة تقريبا من الحكم، عقدت الجبهة الشعبية مؤتمرها، ووصلت إلى أنه لا بد من أن يكون هنالك تعددية سياسية في داخل النظام الإريتري. وخرجت حتى لجان لمسألة كيف ينظم قوانين الانتخاب، كيف تنظم التعددية السياسية، ووضعوا على كل شروط بناء على الدستور الذي تم التصويت عليه في سنة 97. فلو أن النظام مثلا ذهب في هذا الاتجاه نحو التطور إلى أن الشعب يكون على الأقل له سلطة وله حكم وله حق في أن يختار سلطته، ربما لكان اقترب من الديمقراطية، حتى لو لم يصل إلى الديمقراطية الغربية بتمامها وكمالها، لحجم الاشتراطات طبعا التي وضعها النظام على القوانين المتعلقة بالتعددية السياسية. لكن ما انتهت إليه الحالة هو أن رأس النظام رأى بأن والله هذه المسألة ستؤدي إلى وضع لا يرضيه، ستقلص صلاحياته وتقلص سلطته وتقلص حتى نظرته لتركيبة الدولة التي يراها. فهو يبدو من البدايات كان يرى أن هذه الدولة يجب أن يسوقها صياغة معينة، ولن يستطيع أن يسوقها بالشكل الذي يريد إلا إذا أسكت الجميع وتفرد بالحكم وتفرد من النظام، واعتبر أنه والله ليس هنالك تعددية سياسية وكذا. وبالتالي حتى في إطار ما كان يعترف به من النظام القوميات، كان النظام يعترف به. أول ما دخل إلى أسمرة من أوائل القرارات أو من أوائل المراسم التي أصدرها بأن التعددية المتعلقة بالقوميات هي تعددية ثقافية لا علاقة لها بالتعددية السياسية، لأنه كان يخشى أيضا من والله أن تتحول التعددية الثقافية للقوميات إلى تعددية سياسية، إن والله القوميات تطالب بحقوق السياسية. فهو وقف على كل وقطع هذا الطريق ولم يعطي مجال لأن الناس يمكن أن تطور نظامها السياسي. فعلى كل انتهت الحالة الآن إلى أن تكون حتى الجبهة الشعبية اليوم اللي كانت تشكل حزب وتشكل مرجعية لهذا النظام السياسي يكاد يكون دورها شكلي وهامشي. فليس هنالك اليوم ما يمكن أن نسميه نظام حتى فيه هوامش على الأقل لحزب من الأحزاب يقف خلف هذه السلطة، بقدر ما هنالك حكم الفرد الدكتاتوري المستبد الذي لا يرى أن الشعب مؤهل أصلا لأن يحكم، فهو ينتسب إلى أسوأ أنواع الدكتاتوريات التي لا ترى لأن الشعب يمكن أن يكون مشاركا أو أن يكون مساهما أو أن يكون له رأي أو أن والله يقرر في مصيره حربا أو سلما أو حتى في أنه والله يختار من يحكمه. فهو منذ أن جاء إلى سدة الحكم عن طريق الثورة التي ذكرناها وصل إلى يومنا هذا إريتريا لا تكاد تعرف انتخابات حتى شكلية، لأنه بعض الأنظمة كان في فترة من فترات زي النظام السوري مثلا كان يعمل استفتاءات ولو كانت الشكلية بتطلع فوق 90 99.9، لكن حتى هذه يرى النظام الإريتري بأنه هذه ليست من الأشياء المباحة أو الأشياء المتاحة. فعلى كل إذا أردنا أن نقول واقع النظام هو واقع دكتاتوري، واقع مستبد، واقع يعني أسوأ أنواع الدكتاتورية وأسوأ أنواع الاستبداد. وبالتالي ما هو الذي يتطلع إليه الشعب الإريتري بعمومه؟ ستلاحظ بأن الشعب الإريتري بعمومه الآن يتطلع أنه والله أن يكون لهذا الشعب دور وأن يكون له فرصة وأن يكون له الحق في أن يختار من يحكمه. إلى الآن لاحظ أنت الآلية غير واضحة، حتى لو افترضنا أنه والله هذا رأس النظام بالفوت أو الموت المهم اختفى وتعرض للمنية وأخذه الله سبحانه وتعالى، يبقى السؤال ما هي الآلية التي سيظهر من خلالها الرئيس الجديد؟ فستجد نفسك أنت أمام إشكالية. وبالتالي الآن الناس يتخبطون حول إنه والله هل سيأتي ولده، هل سيأتي واحد من العساكر، هل والله سيقدمون من. فتجد هذه يمكن الأيام اللي فاتت بالذات الناس تتكلم في قضية من سيرث النظام أو من سيرث الرئاسة بعد رأس النظام. فالشعب الإريتري بعمومه أنا أتصور خاصة الذين هم اليوم مصنفون بأنهم تيارات المعارضة والمقاومة في الخارج، هؤلاء غالبهم يتطلعون إلى المجموعة الأولى التي تحدثنا عنها، هي أن هذا الشعب مؤهل لأن يحكم نفسه إذا ما أتيحت له الفرصة، وأن يتطور بعد ذلك بتجربته ويصل بها إلى النهايات. فهذا يمكن هو
الذي الآن يتطلع إليه كثير من الشعب الإريتري. بارك الله فيكم. بالنظر ل يعني هذا المصطلح واستخداماته ويعني ممارساته في مواقع كثيرة، هل لنا أن نلقي الضوء على يعني هل هناك يعني مثلا نموذج يحتذى به من مثل مكونات متعددة يعني يحقق على الأقل الحد الأدنى من التوافق الممكن أن يكون هنالك نوع يعني يجلب استقرار أو ما شابه ذلك، خاصة في المجتمعات التي تكون يعني متباينة دينيا قل أو ثقافيا أو نحو هذا؟ فلعل لو ألقينا الضوء على هذا الجانب. بارك الله فيك. هو طبعا النظام الذي نتكلم عنه يعني الآن بالنسبة لنا طبعا فيما يتعلق بالنظام الإسلامي، أنا ذكرت بأن له آلياته فيما يتعلق بالحكم، وآلياته فيما يتعلق بالتشريع، وآلياته فيما يتعلق بالتعامل مع البنيات المجتمعية سواء كانت من لون واحد أو ألوان متعددة. هذا له نمطه على كل وله الحديث عنه، فيمكن أن يكون هذا نظاما على كل مطروح بالنسبة للمسلمين في أن ينادوا ويطالبوا بهذه الولاية. وخصوصا هنا نتكلم عن البلدان التي يتوفر فيها على الأقل الحد الأدنى من أنه والله يمكن للشعب بأكثريته أن يحكم، كما هو في كثير من البلدان الإسلامية للأسف الشديد المحرومة الآن من أن تنتخب قيادتها أو تعبر عن هويتها من خلال الشريعة، محرم عليها هذا الأمر. لكن بالنسبة لنا على الأقل نقدر نقول الآن حتى الديمقراطية التي يتكلمون عنها في حدها الذي ذكرناه فيما يتعلق بأنها تعني حكم الشعب أو تعني سلطة الشعب، هذا الحد أنا في رأيي يمكن بأشكاله وصوره المتعددة أن يقيم الناس من خلاله أنظمتهم السياسية. لن تجد يعني أنظمة الاستبداد لا يمكن أن تكون بديلا عن هذا النوع من النظام الذي نتكلم عنه، لأنها في نهاية المطاف ستعبر عن اللون الواحد. أنظمة الاستبداد هكذا طبيعتها، تعبر عن لون واحد وتعبر دائما عن مكون واحد، وينتهي بها المطاف في نهاية المطاف في المجتمعات المتعددة إلى حاكمية أو سلطة الجهة الواحدة المتفردة بل حتى في إطار الجهة الواحدة ينتهي بهم الأمر إلى سلطة الفرد كما هو الآن في النظام الأرضي. لكن هنالك الكثير من الأنظمة في تقديري إذا أخذنا بالصور التي تكلمنا عنها، فالديمقراطية إذا قلنا في ماهيتها الثابت فيها أنها سلطة الشعب في صورها متعددة. فعندك الديمقراطية الأمريكية، وعندك الديمقراطية البريطانية، وعندك الديمقراطية الروسية، مثلا هذه كلها تندرج في صور صور الأنظمة الديمقراطية. الأنظمة الديمقراطية قد يكون والله النظام فيها رئاسي، أو قد يكون فيها نظام برلماني، أو يكون فيها نظام مشترك ومزدوج كما هو الحال في روسيا مثلا. هي صحيح فيها هامش من الديمقراطية، لكن في تقاسم ما بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة يتقاسم وهكذا. هذه الصورة التي نراها الآن مثلا في أنظمة الغرب يمكن أن تنتقل بحيث والله كل شعب يكون له خصوصيته. ما هي الخصوصية التي والله مثلا تتوفر الآن في أفريقيا لكل مجتمع إذا أردنا أن نعبر عن سلطة الشعب؟ سلطة الشعب التي نتكلم عنها يفترض في إطار الشعوب المسلمة تنتج لنا حالة إسلامية. سلطة الشعب مثلا في أنظمة كما تفضلت، أنظمة متعددة أو متكافئة فيها توازن مجتمعي، في 50% نصارى 50% مسلمين مثلا، أو فيها هذا النوع من التباين، بطبيعة الحال ستنتج أيضا ما يلائم ويناسب هذا الوضع، بحيث مثلا تلجأ إلى ما يمكن أن نسميه بالديمقراطيات غير المركزية، اللي هو أنظمة لا مركزية، بحيث والله المناطق التي يتواجد فيها مسلمون يستطيعون أن يحكموا بشريعتهم وبدينه وبما يناسبهم. مجتمعات التي هي غير مسلمة قد تتاح لها فرصة أن تحكم بما يناسبها وهكذا. فعلى كل إذا اتفق الناس على أن والله الشعب يجب أن يكون هو مصدر السلطات فيما يتعلق بنظام السياسي، سيكون هنالك الوصول على كل إلى نتيجة. وهنا طبعا خلينا نقول هنا سندخل إلى ما يسمى بالإرادة الشعبية والسلطة الشعبية. يعني الديمقراطية يمكن أن نقول بأنها سلطة الشعب، سلطة الشعب، لكن هل إرادة الشعب هي الديمقراطية؟ هتلقى إنه والله يمكن أن تسحب السلطة من الشعب، ولكن يمكن للنظام أن يحقق إرادة الشعب. ممكن هذا. كثير من الأنظمة، يعني مثلا فرنسا الديمقراطية هذه في فترة من الفترات قرر الشعب الفرنسي بأنه والله يا أخي يعطي نابليون حق الحكم مدى الحياة، ويعطيه حق تعديل الدستور، ويعطيه كذا. ففجأة فرنسا الديمقراطية من خلال إرادة شعبية سلبت السلطة الشعبية.
فليس بلازم الربط مع يعني ال الإرادة الشعبية مربوطة بالقبول. كل ما كان هنالك قبول شعبي لقرارات السلطة أو لنهج السلطة هذا نسميه إرادة شعبية. ممكن أن تكون وهذه موجودة في كثير من البلدان، لكن لا نستطيع أن نصنفها بأن أنظمة شنو؟ أنظمة ديمقراطية وفقا لتعريفنا اللي اعتمدناه، وهو أن الديمقراطية هي ماهيتها سلطة الشعب. فمتى ما سحب سلطة الشعب حتى لو توفرت الإرادة الشعبية يبقى النظام غير ديمقراطي، لكنه بطبيعة الحال سوف يكون أفضل من النظام السالب لسلطة الشعب والسالب للإرادة إرادة الشعبية. يعني الآن مثلا عندك النظام الإريتري لا نستطيع أن نصنفه بأنه نظام معبر عن الإرادة الشعبية ولا نظام معبر عن السلطة السلطة الشعبية، وهو سالب للإرادة الشعبية وسالب كذلك للسلطة الشعبية. شكر الله لكم. الحقيقة الموضوع يعني ذو شجون وله تشعبات، وقد أجليتم كثير من معالم ما ينبغي فهمه حول الموضوع، ولا شك أنه نتطلع إلى حقيقة في وطننا أن يكون هنالك لهذا الشعب الذي قدم الكثير وكثير من أجل حريته ومن أجل أن يجد يعني وطنا يأمن فيه، ويكون له دور أيضا في يعني حكمه، ويكون له يعني نظرته وأسلوب ممارسته بأن يحكم باختياراته وفق على الأقل خلفيات يعني حقيقة التي يجب أن تراعى في يعني اعتبار حق هذا الشعب الذي ضحى كغيره من الشعوب التي حقيقة كان لها يعني دور. في ختام هذا اللقاء إن شاء الله نحن موعودون بحقيقة مزيد من البيان للمشروع الإسلامي، وكيف أنه حقيقة يمكن أن يكون أساس ويمكن أن يكون مصدر لرخاء يعني الشعوب، وأيضا متكامل في مختلف جوانبه سواء السياسية أو الدينية أو الفكرية أو غيرها. إن شاء الله تعالى نحن في لقاء يأتي بإذن الله هذه القضايا وغيرها نستمر عليها بالإيضاح وبالتصور الصحيح. إلى ذلكم اللقاء إن شاء الله نستودعكم الله، ونشكر ما تقدم وما تفضل به فضيلة الدكتور حسن على جوانب هذا الموضوع الهام. أستودعكم الله ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.